شحال من مرة لقيتي راسك كتقول غدا نبدا، واخا عارف بلي خاصك تخدم دابا. شحال من مرة قلتي ماشي مشكل نضرب دورة خفيفة في التليفون عاد نوض نخدم. في الحقيقة المماطلة أو العجز ماشي غير عادة خايبة، هي واحد اللص خفي كيسرق لك الوقت وكيسرق الأحلام والمستقبل ديالك. اليوم غادي نهضر بكل صراحة، علاش كنطيحو في الفخ ديال المماطلة، شنو كيوقع لدماغنا في ديك اللحظة، شنو هو الثمن الحقيقي اللي كنخلصوه، والأهم من كل شي كيفاش نقدروا نتحرروا من هاد العادة. المماطلة ماشي هي الكسل، واخا كيبانو بحال بحال. الكسل هو حالة ديال الاسترخاء التام، يعني ما فيك ما يدير حتى شي حاجة. أما المماطلة فهي قصة أخرى، هي واحد الصراع داخلي كتعيشو مع راسك. كتكون بغيتي دير شي حاجة وناوي عليها، ولكن كتخترع أعذار باش تهرب منها. عقلك كيبدا يبرر لك، خاصني نكون مرتاح، مازال الحال. ولكن في الواقع هادشي كامل غير هروب. دماغك كيبغي اللذة السهلة والسريعة، لهذا كتلقى راسك كتفرج، كدوز الوقت وكتقلب على أي حاجة تضحكك، بينما الخدمة القراي والمشاريع الكبار كيبانو ليك تقال وصعاب بزاف. وفي هاد اللحظة بالذات كيجي داك الصوت الصغير اللي كيوسوس ليك، خليها لغدا. المماطلة ماشي علامة على أننا ضعاف وما كنفهموش، بالعكس الحقيقة هي أن المماطلة عندها ثلاثة ديال الأسباب رئيسية. الخوف، كنخافو من الفشل وحتى من النجاح، أن النجاح كيجيب معاه مسؤولية وتوقعات جديدة. عقلية الكمال، هاد العقلية كتخلينا نأجلو المهام اللي كتطلب منا جهد كبير ونقولو إلا ما درتهاش بطريقة مثالية 100% بلاش منها دابا. الإدمان على اللذة الساهلة، دماغنا مدمن على الدوبامين السريع اللي كنعطيو ليه في الفيديوهات والضحك والمتعة الفورية بلا مجهود. إذا المماطلة ماشي ضعف في الشخصية، هي فقط طريقة باش الدماغ ديالنا كيهرب من الحاجة اللي صعيبة وكيمشي للطريق السهل. هادشي كامل كيخليك تعيش في واحد الصراع داخلي، جزء منك باغي يخدم، باغي يوصل، باغي يتقدم في الحياة، ولكن كاين جزء آخر خبيث كيشدك بحال شي رهينة، كيعطيك مبررات باش تبقى في بلاصتك. وهنا كتدخل في واحد الدائرة جهنمية مكتساليش. كتقول غادي نبدا ولكن كتأجل. هاد التأجيل كيجيب معاه شعور بالذنب، ومن بعد كتبدا تلوم وتكره راسك. في الأخير كترجع لنفس النقطة باش تعاود نفس القصة من جديد. المماطلة ماشي غير كتضيع لك الوقت، هي كتستنزف الطاقة النفسية ديالك قبل ما تبدا، كتخليك تعيش في دوامة ديال اللوم والندم والضغط النفسي. هادشي كامل بلا ما تكون حققتي حتى حاجة. واش كتعرف شنو هو الثمن الحقيقي ديال التأجيل؟ النتيجة هي أن المشاريع كتموت، أحلام كتدفن، الثقة في راسك كتمشي. ولكن أكبر خسارة هي ملي كتلقى راسك بعد سنين طويلة وكتبدا تسول بأسف كبير فين مشات حياتي. المماطلة كتخليك عايش بحال شي مسافر في شي طوبيس، كتشوف المحطات كدوز قدام عينيك وحدة بوحدة، ولكن عمرك ما نزلتي باش تخدم على راسك وتوصل للوجهة ديالك. مزيان، واخا هادشي كامل كاين علاج، ولكن باش تكون واقعيين الطريقة ماشي سهلة. العلاج هو أنك تواجه راسك بصراحة وتبدا تطبق هاد القواعد. أولا، قاعدة الدقيقتين. أي حاجة تقدر تبداها أقل من دقيقتين نوض ديرها دابا بلا ما تفكر. ما تشوفش المهمة كاملة كجبل، قسمها لخطوات صغار. دير بلاصة نقيب بلا تليفون بلا تشويش. من بعد ما تخدم لواحد المدة عطي راسك 10 دقائق ديال المتعة. متخليش دماغك يتيه، كتابة على الورق كترجعك مسؤول. المفتاح الحقيقي هو أنك تبدا، غير بدا. ملي كتدخل في جو الخدمة كلشي كيولي ساهل. المماطلة بحال شي سجن كتدخل ليه برجليك وكتضحك، ولكن باش تخرج منه خاص قوة وإرادة وصبر. الحياة قصيرة والوقت مكيرحمش حتى واحد. الاختيار دابا بين يديك، يا إما تقعد للمماطلة والتأجيل، يا إما توقف دابا وتنوض تاخد أول خطوة اللي غادي توصلك للحلم الكبير.